الحب مش كله عناد وتمسك بالرأي، ساعات محتاجين نتنازل شوية علشان العلاقة تكمل ونفضل مع بعض. التنازل مش ضعف، بالعكس ده بيبين قد ايه احنا بنحب وبنخاف نخسر اللي قدامنا. بس المشكلة لما التنازل يكون من طرف واحد طول الوقت، ساعتها العلاقة بتوجع وبتكسر. الحب الصح هو اللي فيه توازن، اخد ودي، اتنازل مرة واتمسك برأيي مرة، وساعتها الاتنين بيفضلوا مبسوطين. دوس لايك للفيديو وتابعني للنهاية، الفيديو ده مهم جدا. انا اسيا عبد الرحمن ودي النضارة السوداء، يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا نعرف يعني ايه تنازل. التنازل مش ضعف، ومش معناه ان حد يسيطر والطرف التاني يستسلم، لا خالص. التنازل يعني ان احب شريك حياتي وعايز العلاقة تستمر. ساعات بنتغاضى عن حاجات صغيرة علشان ما نكبرش المشاكل، وساعات بنتنازل عن رأينا في مواقف معينة علشان نريح الطرف التاني. طيب في أمثلة بسيطة عن التنازل، مثلا جوزك رجع من الشغل عصبي وقال كلمة ضايقتك، بدل ما تعملي مشكلة ممكن تسكتي دلوقتي ولما يهدى تتكلمي معاه. أو مثلا مراتك عايزة تروح عند أهلها وانت مش حابب، ممكن تتنازل علشان تفرحها. او مثلا انت بتحبي تنامي بدري وهو بيحب يسهر، تتفقوا على وقت وسط او ميعاد وسط علشان تقدروا تتفقوا مع بعض. التنازل مش سيطرة، يعني مفيش حد ياخد كل حاجة زي ما هو عايز، لازم كل واحد يقدم شوية تنازلات علشان الحياة تمشي. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش لايك وشير علشان الكل يستفيد. طيب ايه فايدة التنازلات؟ التنازلات بتقلل المشاكل والخناقات، وبتقوي الحب والاحترام بينكم، وبتخلي البيت فيه راحة وهدوء، وبتعلم الأولاد يعني ايه تفاهم. بس خد بالك، التنازل لازم يكون من الطرفين، مش واحد بس اللي دايما بيتنازل والتاني بياخد كل حاجة لنفسه وبيحقق اللي هو عايزه وخلاص. طيب أنا قلت في أول الفيديو إن التنازل مش كل حاجة. يعني ايه؟ يعني اتنازل عن طريقة الميك اب اللي بحطها لو جوزي مش راضي عنها، اتنازل. لو طريقة اللبس اللي بلبسه جوزي مش راضي عنه، اتنازل عن صداقات جوزي مش بيرتاح لها، اسيب اصحابي اللي جوزي مش بيرتاح له، اتنازل. لكن ما يكونش التنازل في كرامتك او كرامتك او ضد مبادئك. يعني ايه؟ يعني مثلا من التنازل اللي انت بتقدمه هي لغت رجولتك تماما وسيطرت عليك في كل شيء وبقت كلمتها هي اللي ماشية، ده تنازل مرفوض. او مثلا من التنازل اللي انت بتقدميه جوزك لغى شخصيتك تماما قدامه وقدام اهله ودمر ثقتك في نفسك وجي على كرامتك، التنازل ده مرفوض. وفي الاخر لازم نفتكر ان الحياة بين الزوجين مش حرب، دي شراكة فيها حب وتفاهم وتضحيات. التنازل مش معناه انك ضعيف، التنازل معناه انك ناضج وبتعرف قيمة اللي قدامك. ولو كل واحد فيهم يتنازل شوية الحياة هتمشي كتير. لكن لو كل واحد شايف انه دايما على حق ورافض انه يتنازل علشان الطرف التاني، المركب هتغرق. اختار انك تكسب قلب اللي معاك، مش تكسب الجدال، لان في الحب الحقيقي اللي بيكسب هو اللي بيعرف امتى يتنازل. التنازل بيبني بيت مليان مودة ورحمة، والمودة ما بتعيش الا بقلب طيب وعقل واعي ونفس عارفة امتى تتنازل علشان تكسب الحياة. فلو عايزين بيوتنا تعيش لازم تتنازل في كل مرة تلاقي فيها الحب أهم من العناد. في ناس بتتنازل علشان تحافظ على اللي بتحبه، وناس بتشوف ان التنازل بيقلل من الكرامة. وفي سؤال عايز اعرف اجابته، التنازل في العلاقة قوة ولا ضعف، وليه؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، وما تنساش لايك وشير بسرعة علشان الكل يستفيد. وعايزة اقول حاجة، ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.